شفتوا الفوطة الزرقاء تبع حارس السنغال ولا ما شفتوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم سكنهم مساكنهم. الفوطة الزرقاء كانت حدث في المباراة، ما ادري اذا انتبهتوا له ولا ما انتبهتوا له. بدأ الموضوع لما اشرف حكيمي لاحظ شيء غلط في الفوطة الزرقاء، فقام خذ الفوطة ورماها برا عشان يطير طيران احد لاعبي السنغال ياخذها ويدخلها داخل الملعب. الى هنا وانتهى الموضوع اطلاقا. حاملي الكرات المغاربه الشباب الصغار مع مسؤولي الامن لاحظوا هذا الشيء كذلك، شافوا اللاعب متمسك فيها، لاعب السنغال واقف خلف المرمى، حاولوا ياخذونها منه، حاولوا ياخذونها، ما في فايده. قام يرجع وهم وراه ويركض وهم وراه ويركض وهم وراه لين ما دار ربع الملعب تقريبا وهم وراه، ورفض واستمات على الفوطه الزرقاء. انتهى الموضوع؟ اطلاقا ما انتهى الموضوع. هذه لقطه ثالثه للاعب المغرب صابيري، نفس الحكايه، واقف كظل اللاعب اللي ماسك الفوطه الزرقاء. شيء غريب، شيء نومه دلمته ناموني هوني سيبوني، لما واحد من مسؤولين الامن قال له لا روح. لقطه اضافيه، اشتباك، نقزوا عليه، قفزوا فوقه، حاولوا ياخذون منه الفوطه بكل الطرق، ما حد قدر عليه، وكأن الفوطه هذه فيها سر ولا فيها شيء ولا ما اعرف شو الموضوع الصراحه. موضوع